مصر بترفض حق الفيتو انه يكون في ايد امريكا والدول الكبيرة، وفي نفس الوقت بيتم تغييرات على الارض بضرب دول الخليج بقنابل قذرة. الحكاية واضحة قدام عينيك ان احنا دخلنا في مرحلة تغيير نظام عالمي جديد. الدولة الأمريكية في ورطة، تملكي الكثير من الطائرات وتملكي الكثير من قنابل النووي، ولكن لا تملكي اتخاذ القرار، لأن حضراتكم تملكوا اللي انتوا بتخسروه، إنما إيران لا تملك اللي هي بتخسره. ده تحول قوي جدا على أرض الواقع. وللناس اللي بتتكلم من اوروبا، بعد اذن حضرتك حاول تقلل شوية من دعمك لاسرائيل بشكل مبطل او بتتفرج على ضرب ايران. بعد اذن حضراتكم النهاردة اصطفوا ورا النظام العالمي الجديد اللي طالع من قلب الصوت المصري بشكل واضح. الدولة المصرية تتحدث للجميع بشكل مفهوش اي نوع من انواع النقاش. نعم، يوجد تغيير نظام عالمي جديد، لابد من الجلوس على قلب الطاولة، لابد من الحديث على الطاولة ونتحدث بكل شفافية. هل تريدون زوال نعمتكم أم تريدون أن كنتم تدخلوا على النظام العالمي الجديد؟ وتحيا مصر في التعليقات، وربنا يحفظ مصر. تحية.